بسم الله الرحمن الرحيم. والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. من السهل جدا أن يتحدث الناقد أو الباحث أو الشاعر عن الإبداع والمبدعين في مصر أو في أي مكان على الخريطة، لكن من الصعب جدا أن يتحدث عن الأصدقاء وعلاقته بالأصدقاء. وعمرو المصري على وجه التحديد هو من أقرب الناس لي، فلذا من الصعب أن أتكلم عن جوانب الأخوة والصداقة بالنسبة لعمرو المصري. ربما تختلف علاقتي بعمرو المصري عن أي شخص آخر. سأترك هذا جانبا وسأركز على أشياء محددة في الإبداع، وهذا ما يهم المتلقي. في الألفية الأخيرة ومع عام 2000 ظهرت بعض الأعمال المميزة للشاعر، مثل ديوان في عز الليل في 2003 على ما أذكر، ولحظة لقا في 2006، وقصر النيل اللي بعتبره نقلة وخطوة واسعة جدا للصديق. الديوان الأخير للصديق اللي هو نقطة تفتيش أنا بعتبره نقطة فاصلة، وأن الشاعر قفز من شاطئ إلى شاطئ في هذا الديوان الرائع. أنا يمكن تحضرني هنا أسماء قصائد الديوان، والأسماء في حد ذاتها تحتاج إلى وقفة تطول، من محطة مصر إلى متاهة إلى مجهول إلى فراشة إلى ورقة كوتشينة إلى شجر الدر، الهرم الأكبر، شنطة إيدها، جموح، على المكشوف، حديقة الطفل. وهذا ما يحضرني الآن، والكلام يطول ويطول ويطول عن هذه القصائد وهذه المسميات، لأن هذه المسميات في حد ذاتها من أروع ما في الديوان، وهو اختيار اسم القصيدة. أتوقف عند بعض المقاطع تحضرني، مثلا في مجهول تحضرني متاهة على ما أذكر الآن، ما بين النظرة والتانية تاخدني عينيك للكورنيش، وقصر النيل ميدان واسع شرج مرور، لكن ما اعرفش ليه دايما عينيكي سكة ما اكتملتش، وصفحة عشق مقفولة وانا واقف ومتسطر على الهامش، تكعبني سطور خوفك. وفي مجهول بتوقف امام بداية القصيدة، وهي من اروع ما في الديوان، بين الحياة والموت وجع، ولانه ممنوع الوقوف احلامي عكس الاتجاه. هذه أعمال عمرو المصري في الألفية الجديدة، والتي نقلت الصديق من شاطئ إلى شاطئ كما ذكرت. ولذا إن ديوان عمرو المصري الأخير، إذا سار عمرو المصري على هذا الوضع الرائع، وسيكمل المسيرة، وسيكون أكيد عمرو المصري من أفضل 10 شعراء عامية على الساحة في السنوات. جزئية أخيرة تخص الصديق، وهي يمكن ما فيش حد بيركز على هذه الجزئية لعمرو، وهي جزئية فن الواو. عمرو من أوائل الأصدقاء الذين كتبوا في فن الواو، وبالرغم من ذلك فهو يتوارى دائما خلف المجموعة التي عرفت في الفترة الأخيرة بكتابة فن الواو. وأذكر له بعض المقاطع التي نرددها دائما بين الأصدقاء: الواطي طول عمره واطي، لو حتى زوق كلامه، من فعله دايما مطاطي، لو حتى يعلى مقامه. وده جزئية بنرددها دائما لبعض الأصدقاء على سبيل التهريج. ما أحب أن أذكره هنا في نهاية كلامي هو فكرة قصيدة الكليب، وهي فكرة رائعة إذا أخذت بالشكل والتنظيم اللي بيعمله عمرو في ديوانه الأخير نقطة تفتيش، وهي تكون نقلة ليه وفتح. ممكن بعد ذلك نجد الكثير من دواوين العامية أو الفصحى في مصر بتسير خلف عمرو في هذا الاتجاه. ولا أجد ما أنهي به كلامي سوى مقولة ابن عطاء الله السكندري: من مدحك فإنما مدح مواهب الله فيك، فالفضل لمن منحك لا لمن مدحك.